هل لو نزلت عربيه كهربائيه برينج 800 كيلو تقدر تكون عربيتك الاولى؟ تعالوا نقول لكم رايي بصراحه. كتير استغربوا لما قلت ان حتى لو نزلت عربيه كهربائيه برينج 800 كيلو ما ينفعش تبقى عربيتك الاساسيه، وده حتى لو عندك شاحن منزلي في البيت. وخليني احكي لكم قصه حصلت لي شخصيا. قعدت فتره بعربيه كهرباء بشحنها مره تقريبا كل اسبوعين، اموري كلها تمام، مشاويري كلها متغطيه، رينج 560 كيلو، يعني حتى لو مسافر هو ريست واحد في الطريق وانا مطمن. الدنيا كانت زي الفل لحد يوم، ولان المشاكل ما بتستأذنش فهو اليوم اللي انا طبيعي بسيب فيه العربيه على الشاحن بالليل. يحصل ظرف طارئ لازم ننزل فورا على المستشفى. مستشفى اولى لا، مستشفى تانية لا، مستشفى تالتة، لفينا طول اليوم، لازم نعمل عمليه دلوقتي. المستشفى الوحيده اللي تقدر تعملها لك بالسرعه دي على بعد 90 كيلو من بيتي. العربيه وقتها اقل من 20% والمدى المتبقي ما يكملش حتى 100 كيلو، وانا محتاج اتحرك فورا، مفيش وقت الشحن ومفيش وقت الحسابات. النتيجه ركنت العربيه، طلبت اوبر. كنا بالليل، الموضوع ما اتحلش لحد ما جالي حد بعربيته وقعد معايا لحد تاني يوم. الدرس اللي طلعت بيه من القصه دي بسيط جدا. مشكله العربيات الكهرباء مش في الرينج ولا حتى ان يبقى عندك شاحن في البيت، المشكله هي انك تعتمد عليها في اي وقت وفي اي ظروف، انك تفاجئها من الاخر. عربيه بنزين في موقف زي ده حتى لو كانت لمبه البنزين منوره انا ولا هفكر اصلا، لان اول محطه بنزين هقابلها شغاله 24 ساعه هقف دقيقه امون واكمل مشواري. وكلامي ده مش ضد العربيات الكهرباء خالص، بالعكس هي عمليه جدا وموفره جدا، ولو مداها كبير تقدر تسافر بيها بمنتهى السهوله. احنا شايفين توني اهو ناقص يطلع بيها المريخ. احلى تحيه يا ابو الصحاب. فالخلاصه اللي عايز اقولها لك، عندك جراج تقدر تركب فيه شاحن، هات عربيه كهرباء طبعا، بس خلي في البيت عندك عربيه بنزين حتى لو قديم، بس احتياطي عشان وقت الجد ما تتحطش في موقف ملوش حلول. هتقولي طب يا صابر انا مش هقدر اجيب عربيتين، هل في حل ان يبقى في عربيه كهرباء وتبقى هي عربيتي الوحيده والاساسيه؟ هقول لك والحل ده شركه نيو عاملاه في الصين، في شركه موتوسيكلات كهرباء عملته في مصر من قريب. اللي يعرف هو ايه يكتبه لي في الكومنتس. وسلام.